أهلا بيكم في الحلقة ال14 من بودكاست آراء. أنا رضوى رضوان. قبل أي حاجة أنا حابة أشكركم على السبسكرايبرز. إحنا دلوقتي بقينا 3500 في وقت قياسي. أنا بجد 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 فخورة وممتنة جدا لكل واحد فيكم، الحمد لله على كل التفاعل اللي انتوا بتتفاعلوه، بجد شكرا جدا جدا جدا. قبل ما نبتدي الحلقة دي أنا بس حابة أقول لكم إن الحلقة دي هتكون specific شوية، يعني هتكلم فيها مع البنات والستات أكتر شوية، ولكن أنت لو راجل تتفرج عليا الفيديو ده هيفيدك برضو بنوع ما، وكمان ممكن تاخده وتبعته لأي بنت أو ست غالية عليك وعزيزة في حياتك هتستفيد جدا منه. يلا بينا. فكري في آخر مرة اتعلقتي بحد بس علشان اداكي أقل نوع من الاهتمام، كلمة، نظرة، مسج، مكالمة، حاجة بسيطة جدا 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 قدام الستاندرز اللي انتي بتقولي انها عندك، ولكن مجرد ما الحد ده بيعمل كده زي ما بنقول كده بتوعي. ده اسمه التعلق الزايد، attachment issues، مشاكل التعلق. التعلق غالبا بيجي من ان احنا عايزين شكل ورؤية معينة تتطبق على اي شخص، فبالتالي بنروح اي حتة بنبقى بندور على شخص معين، على فكرة معينة، لان الشخص او الفكرة دول بالنسبة لنا مش بس بيمثلوا حاجة تكون في حياتنا زيادة، لأ، هما بيمثلوا احساس احنا محتاجينه، في مشكلة، في حاجة احنا محتاجين نملاها، فبالتالي بنمشي في كل حتة بندور عليها. تلاقي نفسك بتروحي كل حتة وانتي بتدوري على شخص معين. يمكن تلاقي الشخص ده هنا، يمكن الاقي الشخص اللي هقضي بقيت مع حياتي كلها هناك، يمكن الاقي جوزي هناك، يمكن اكتشف حياتي هناك، يمكن اخيرا الاقي الشخص ده. واللي بيحصل ان ببساطة شديدة انتي لما بتاخدي الفكرة دي اللي في دماغك وتحطيها على اي شخص كفرصة، مجرد ما الشخص ده بيوريك ان هو مش ده وبيحبطك، تحسي ان ايه الاحباط ده؟ انا متضايقة. هو انا متضايقة ليه؟ هو انا ليه متضايقة من حد ما عمليش حاجة؟ هو انا ليه مديه اهتمام لحد هو ما لسه ما ادانيش اي حاجة عشان ابقى مهتمة بيه؟ انتي مش مهتمة بالشخص، انتي مهتمة بالفكرة. مجرد ما تفهمي احنا ليه بنتعلق بالناس، احنا ليه بنتعلق بأي حد بيجي في حياتنا، هتفهمي ازاي ما تتعلقيش بأي حد من غير ما يبقى ليكي شروطك ويبقى ليكي المتطلبات اللي تخلي البني آدم ده فعلا يبقى مهم في حياتك. لما بنتعلق بالناس بسهولة بنكون عندنا جوع لنوع معين من الإحساس، يمكن يكون الإحساس ده متملاش واحنا صغيرين أو حصل لنا مشاكل في حياتنا أو أيا كان، ولكن بيبقى في حاجة معينة أو رسمة معينة احنا عايزين نرسمها ومش عارفين نكملها. بتبقى عاملة كده زي البازل اللي معاكي وانتي عايزة تخلصيه بأي طريقة، بس انتي ماسكة حتتين مش راكبين على بعض وعمالة تحاول تحطيهم مع بعض، تحطيهم مع بعض، بس عمرهم ما هيركبوا لأنهم مش مع بعض، هم مش بتوع بعض. الحتة دي والحتة دي مش لايقين ولا راكبين مع بعض، فما ينفعش تحاولي تحطيهم مع بعضهم. التعلق بيجي من ان احنا بنبقى دايما رايحين كل حتة ونفسنا نلاقي الشخص ده، نفسنا نلاقي الحب ده، نفسنا نلاقي الشخص اللي اخيرا هنعيش مع حياتنا ونكمل حياتنا معاه. ومجرد ما حد يجي ويثبت لنا ان هو مش احسن حاجة وان مش ده اللي احنا بندور عليه، بنحبط وبنحس ان هو امتى بقى. فبالتالي بنتعلق بالشخص لان اتعلقنا بالفكرة اللي احنا حطيناها عليه، مش بالشخص ذات نفسه. الفكرة هنا مش في الفيك سيناريوز ولا ان انتي تخيلتي ان الشخص ده احسن حاجة، لا، هو الفكرة هنا ان مجرد ما حد دخل بدون شروط وبدون اي متطلبات انتي رميتي كل الستاندرز اللي عندك ووافقتي عليه لانه بس يمكن يملى الفكرة اللي عندك. فبالتالي تبتدي تحلي وتكبري كل حاجة صغيرة بتحصل وتحسسي نفسك انها حاجة مهمة وكبيرة ومفيش منها اتنين. انا كلامي النهاردة للبنات بالذات لان احنا من اكتر الكائنات الرقيقة، احنا دايما محتاجين حب ومحتاجين تواصل في حياتنا، ودايما بنبقى عندنا الاحساس ده، بالذات لو انتي تعرضتي لاي نوع من الخذلان في حياتك او ما كانش عندك زي الفاذر فيجر او ايا كان. لو انتي ما قدرتيش تملي ده هتلاقي نفسك مجرد ما حد يجي ويقولك كلمة، يبصلك نظرة، يقعد معاكي قاعدة، تحسي ان كأنك خلاص النظرة بالنسبة لك هتبقى عاملة زي الخاتم، والكلمة هتكون كأنها بيت، والوعد هيكون كأنه ضحى بحياته عشانك، مع ان كل ده مش حقيقي، انتي بس نفسك يكون هو ده الشخص.
فبالتالي كل المتطلبات اللي عندك اللي بتبقى عمالة تقوليها لنفسك وتقوليها لاصحابك وتفكري فيها، مجرد ما حد بيجي بترميها، لان هم مش فارقين معاكي بجد. انت نفسك في ده، يا ريت يجي ده، بس لو جه كده كتر خير ويلا. فتلاقي نفسك بتروحي كل حتة وعندك الفكر ده في عقلك اللاواعي من ورا كده، عمالة تفكري يمكن النهاردة، يمكن اروح الحفلة دي، يمكن اروح المكان ده. فتلاقي نفسك مش قادرة اصلا تستمتعي بالحياة اللي انت فيها لمجرد ان انت ماشية بتدوري. لو حياتك كلها متوقفة على فكرة ان انت تلاقي حب حياتك، انك تتجوزي، انك ايا كان، كل ده هيخليكي دايما ضعيف، هيخليكي دايما بتبصي لحاجة واحدة، ودايما اختياراتك مش موفقة، لانك مش بتبصي على بني ادم. انت يمكن تكوني اصلا مش بتبصي على تواصل او اي أو علاقة مناسبة ليكي، او فعلا جواز يكون ناجح ليكي. يمكن تكوني بس عايزة تثبتي فكرة انك تتحبي، فكرة انك تتعازي. يمكن تكوني بس بتدوري على حد لمجرد انك بس عايزة تأكدي فكرة ان انا ينفع اتحب، واني ما فيهاش حاجة غلط. في مشكلتين هتواجهيهم في مجتمعاتنا، يا اما ان انت تبقي محتاجة الحب او الحاجات دي حاجة غلط وحرام وما تنفعش، مع ان ده احتياج طبيعي للبني ادم. ولكن بس انا عايزة اقولكوا على حاجة، لازم يحصل بشكل يكون محترم، يكون يرضي ربنا ويكون يرضي اهلك. ولكن احساسك واحتياجي ده مش حاجة عيب ومش حاجة غلط المفروض تستخبي منها او تكوني خايفة منها. بالعكس، المفروض تعرفي تنميها وتعرفي تغذيها كويس، عشان ما يجيش اي حد بمجرد كلمة او نظرة تلاقي نفسك وقعتي ومخدتيش اي حذر او اي حاجة، او ان انت تكوني عندك بريشر جامد جدا. لان انا بشوف ناس كتيرة جدا كل اللي حواليهم خلاص بقوا في علاقات، مرتبطين، متجوزين، فبالتالي انت بيبقى بالنسبة لك حاسة ان انت لازم تدخلي في حاجة، لازم يحصل حاجة، لازم في اكشن يحصل، وإلا كده يبقى في حاجة غلط. بس لا، الموضوع بيختلف من بني آدم لبني آدم، ولازم تبقي عارفة ان مش اي حد يستهلك، ومش اي حد ينفع يدخل الباب، ومش اي حد ينفع تيجي وتديله روحك كلها. كل بني آدم هيدخل حياتك هياخد منك طاقة ومجهود مش هتعرفي ترجعيهم تاني، مش هتعرفي تاخديهم تاني. هتلاقي نفسك عمالة تخسري نفسك مع ناس ما تستاهلش، وبدل ما انت ممكن تحطي الطاقة دي طول ما لسه مفيش حاجة في ان انت تشتغلي على نفسك وانك تنمي من نفسك وانك تبني حاجة لروحك تبقي فخورة بيها، تلاقي نفسك عمالة تدي طاقة ومجهود لناس ما تستاهلش، والحد جاي عايز يلعب وعايز يهزر شوية ويمشي. انا عايزاكي تفكري في حياتك بالطريقة دي، كأنك قاعدة في مكتب، وانتي على المكتب ده بتعملي اهم حاجة في حياتك، بترسمي احلى رسمة في حياتك، بتعملي اجمل واقوى واحسن واغلى مشروع ممكن تعمليه في حياتك، والباب مقفول عليكي. الباب ما ينفعش يبقى مقفول عليكي 100%، لان الباب ده ممكن يدخل منه ناس تساعدك وتنميكي وتساعدك في المشروع ده وتغلي المشروع ده وتحليه وتحسنه، وفي ناس تانية ممكن تدخل تلعب وتقعد تجري وتشتتك وتلخبطك وتقوم كبة كوباية قهوة على الحاجة اللي انت بتعمليها وتمشي ومش هتشوفيهم تاني. لازم الباب يكون مفتوح، بس يكون صعب انه يدخل. لازم متطلباتك تكوني عالية وتكوني عارفة قيمتك، تكوني عارفة انت مين. وده مش عشان انت حلوة، مش عشان انت حلوة يبقى ليكي قيمة، لا. الحلاوة والشكل يمكن يكونوا عاملين زي الكريزة اللي بتبقى فوق، لكن الحاجة ذات نفسها ما ينفعش ابدا تكون متعلقة بشكلك بس، لانك لو تعلقتي بشكلك بس وحسيتي ان قيمتك مش جاية غير من شكلك، او حسيتي ان قيمتك مش موجودة لان شكلك مش عاجبك، هتكوني ضعيفة. لان لو انت حاسة ان شكلك هو الحاجة الوحيدة اللي عندك، هيكون الكارد الوحيد اللي عندك هو شكلك، ومجرد ما حد ما يديكيش الاهتمام الكافي بسبب شكلك، هتحسي ان كل اسلحتك وقعت وانك ملكيش اي لازمة. ومجرد ما تحسي ان حد واخد باله ان شكلك مش حلو زي ما انت شايفة، هتحسي ان انت ما عندكيش اي حاجة، ما انت بتحاولي تداري الموضوع بس من جواكي حاسة بده. لكن العكس صحيح، لو انت حاسة ان انت بتنمي من نفسك وبتشتغلي على نفسك ومهتمة بروحك، ومش اي حد يجي علشان ياخد مكان منك كده ويمشي. لما حد يجي
يعاملك بطريقة مش أحسن حاجة، يسيبك on scene، يسيبك on deliver، يقولك وعود وما يعملهاش، هتبقى بالنسبة لك ده تخلف. انت عيل. بالنسبة لي ما يهمنيش وما يفرقليش. بالنسبة لي دي حاجة أتفه بكتير قوي من ان انا اركز عليها، لان انا كبرت قوي عن كده. لو حد بيتعامل معاكي علشان يبين ان هو جامد وقوي وتحفة، فيبهرك بحاجة معينة او يسيبك او يتعامل معاكي بطريقة ان انتي اختيار، انتي مش اختيار، انتي اولوية. ولو ما حطيتيش نفسك في الحتة دي محدش هيحطك فيها. لو كل مرة حد بيهينك وبيقلل منك، والإهانة مش بتيجي بس بالشتيمة، الإهانة بأن أنا أتجاهلك وعاملك على إنك مش موجودة وهوت أند كولد وكل الحاجات اللي احنا عارفينها والوعود اللي ما بتتنفذش، كل الحاجات دي إهانات لازم تبقي واخدة بالك منها كويس قوي، ولازم تردي عليها، وما ترديش عليها بكلامك، بأفعالك. لازم تبقي عارفة إن انتي مش اوبشن، انتي مش اوبشن، انتي بايوريتي، واللي عايزك يعمل كل المجهود علشان فعلا يكسبك. وعلشان تعرفي تخلي عقلك يستجيب للفكرة دي لازم تعملي حاجتين. اول حاجة اللي انتي بتعمليه دلوقتي، انك تتفرجي على فيديوهات زي دي، انك تقري كلام عن ده، انك تأكدي الفكرة دي في دماغك وتتكلمي عنها كتير في دماغك مع نفسك، مع حد، مع ايا كان. تأكدي فكرة ان انتي تستاهلي، وان انتي عالية، وان انتي غالية، وان مش اي حد يجي كده يحط شوية جنيهات في العلبة نقول له يلا اتفضل. لا، في متطلبات وفي شروط. دي اول حاجة لازم تعمليها. تاني حاجة لازم تعمليها هي الاكشن، الفعل، ردة فعلك. عقلك لو كل مرة بتقعدي تحطي كلام وتحطي معلومات في دماغك، ولكن ساعة الفعل ما بتنفذيش اي حاجة وبترمي كل ده وتروحي تجري وراه، هتلاقي نفسك مش قادرة تصدقي ولا كلمة من اللي انا بقولها دي، لانك مش بتثبتيها لعقلك. عقلك ما بيصدقش غير الاكشن، غير الفعل. فالمرة الجاية لما حد يجي، لما تحسي ان الحد ده بيعاملك على انك حاجة يتلعب بيها، يقعد معاكي شوية ويمشي، يكلمك وقت ما يحب، مش عايز يحط المجهود الفعلا الصح اللي انتي فعلا تستهليه، بره. مش هحط لك مجهود، ومش هحط مشاعر، ومش هحط حاجة، لان انت ببساطة مش عايز تكون صريح وجدي معايا، مش عايز تكون راجل. لو حسيتي ان انتي اختيار، يبقى انتي مش حاجة اساسية، واحساسك مش كداب. اللي عايزك هيعمل كل المجهود انه يعمل كل حاجة، وفي الاخر يخبط على بابك عشان هو عايزك. عشان زمان لما كان واحد بيبقى عايز واحدة كان بيخبط على بابها وبيدي كل المتطلبات ان هو يقدر يحميها ويقدر يوفر لها معيشة محترمة، هي واهلها، وهي وعيلتها، هي واولادها، وهي والاسرة بتاعتهم كلها. لكن دلوقتي خلاص بقينا لازم البنت هي اللي تتكلم وهي اللي تعمل، وريليشن شيبس وحاجات كتيرة جدا بتلخبطنا وبتخلينا مش عارفين قيمتنا. انت كبنت لازم تبقي عارفة قيمتك، لازم تبقي عارفة ان انت غالية، ولازم تحترمي نفسك. مش احترام النفس مش ان انت تحترمي نفسك بالشكل المجتمعي المعروف عندنا، ده شيء مهم، ولكن احترمي قيمتك، احترمي وجودك، احترمي روحك، احترمي كل حاجة فيكي، لانك عارفة اللي هيدخل ده مش بس هياخد واحدة كويسة، هياخد واحدة هتفيده بكل حاجة. عشان كده بقولكوا لازم تعرفي قيمتك، عشان تعرفي تبقي غالية وتنقي حد غالي، لان الغالي للغالي والرخيص للرخيص والسهل للسهل. لازم يبقى عندك متطلبات وستاندرز حقيقية، ما ينفعش اي حد يجي تدخليه. لازم يبقى عندك حاجات حقيقية انتي فعلا بتدوري عليها، ايا كان الستاندرز اللي انتي عايزاها. انا معرفهاش، بس ابسط الاشياء ان البني ادم ده يكون بيقول الوعود وبينفذها، ان البني ادم ده يكون مبين لك ان هو عايزك بشكل جدي، مش واحد جاي يلعب ولا جاي ياخد من وقتك ومجهودك وطاقتك وبس. لازم تبقي عارفة ومركزة في كل حاجة البني ادم ده بيعملها من اول خطوة، لانك لو ما عملتيش كده ببساطة شديدة هيتلعب بيكي وهيضحك عليكي، وهتلاقي نفسك بتتكسري وبتتوجعي على حاجات ملهاش لازمة. ابسط الاشياء هي الاستمرارية في القول، اللي بيتقال بيتعمل، لو ده ما بيحصلش يبقى ما ينفعش.
انا بقول الكلام ده لان احنا دلوقتي عايشين في مجتمع محلل حاجات كتيرة قوي، ومخلي فكرة relationships دي all over the place. الناس كلها بقت في relationships. بس انا عايزاكي تفكري كويس قوي قبل ما تعملي خطوة زي دي. هل البني ادم ده يستهلك؟ هل البني ادم اللي ممكن يقعد يلعب بيكي سنين ده في الاخر يعني هيروح فعلا يكلم اهلك وفعلا هتتجوزوا، ولا هو بس عايز ياخد من وقتك ومجهودك ويتسلى شوية؟ هل لو انتي سبتي نفسك لكل الناس هل هتبقي غالية؟ هل لو علقتي نفسك بأي حد ماشي هل هتبقي في عين نفسك غالية؟ قبل ما تركزي على هو مين اللي ممكن يبقى في حياتي ومين يا ترى اللي هيجي، ركزي هو انا ممكن اعمل ايه لنفسي، هو انا ممكن ايه اللي اقدر ابنيه لنفسي، ايه الحاجات اللي محتاجة اشتغل عليها. لازم لازم لازم، عشان كده دايما بكلمكم عن ده، لازم يبقى عندك هوايات، ولازم يبقى عندك روتين، ولازم تبقي بتركزي مع نفسك، ولازم تبقي بتهتمي بشكلك وبدماغك وبقرايتك وبثقافتك وبتعليمك وبدراستك وبلغتك وبكل حاجة. ولازم لازم بعد كل ده لازم يبقى عندك علاقة بربنا. لازم تبقي عندك علاقة بربنا علشان تبقي دايما بتتسندي على حاجة قوية جدا، عشان في لحظات ممكن تلاقي نفسك ضعيفة، ممكن الدنيا تيجي عليكي. لازم تبقي عارفة ان ربنا موجود، وانك لو دايما فكرتي في ربنا دايما ربنا هيديكي احسن حاجة. ما ترخصيش نفسك وما تقلليش من نفسك وما ترميش نفسك لأي حد. مش اي حد يجي يديكي اي نوع من الاتنشن الصغير او الاهتمام البسيط يبقى معناه حاجة. لا عادي، لا عادي. الناس دلوقتي عادي جدا ممكن حد يجي يقولك كلام حلو ولطافة ولذاذة وظرافة وفي الاخر ملاش اي معنى، مجرد وقت بيتقضى، مجرد ايه يعني هتفرق معايا ايه؟ مش هتفرق حاجة. لازم تبقي متأكدة ويبقى عندك تشيك ليست تبقى موجودة وبتتحقق لما ده بيحصل. المرة الجاية لازم تبقي عارفة وتبقي شايفة الموضوع من third point of view. ما تركزيش جوه دماغك. شوفي انتي تماما بتفكري بعقلك بتفكري ازاي، هل البني ادم ده يستاهل ولا لا. ولما حد يوريكي هو مين من الاول ما تعمليش نفسك مش شايفة. when you see the red flag run away from the red flag. تمام؟ ما تشوفيش الريد فلاج دي على انها قلب احمر كبير. لا لا، البني ادم ده من الاول باينلك ان هو عايز يلعب، وان هو مش عايز حاجة بجد، وان هو مش حبك قوي اصلا. ان هو بيبقى معاكي وقت ما هو عايز، بيرد عليكي وقت ما هو عايز، وبيبقى معاكي وقت ما هو عايز، وبيكلمك وقت ما هو عايز. واضح قوي من الاول ان هو عمره ما هيعمل حاجة جدية ولا عمره هياخد خطوة بجد حقيقية ناحيتك. واضح قوي ده، بس انتي بس مش عايزة تشوفيها لانك عايزة تملي احساس معين جواكي. والاحساس ده صدقيني لو ما اتملاش من جواكي هتبقي دايما حاسة ان اي حد بيجي في حياتك هو اولوية. ما ينفعش اي حد يجي في حياتك يبقى اولوية. لازم يبقى عندك حياتك، عندك صحابك، ويبقى عندك اهلك، ويبقى عندك عقلك، ويبقى عندك دراستك، ويبقى عندك شغلك واحلامك. والبني ادم اللي يجي ده يضيف. لكن لو البني ادم ده مش جاي يضيف ومش جاي يحسن ومش جاي يبقى اضافة حلوة في حياتك، يبقى ليه يبقى في حياتك؟ ليه تديله من مجهودك وطاقتك؟ اللي انا بقوله ده مش سهل، مش سهل، بالذات على اي بنت عانت من مشاكل ان هي مش شايفة نفسها، مش مقدرة نفسها، او ايا كان. مش سهل، ولكن لازم يبقى اولوية في حياتك انك تعرفي تفكري بالطريقة دي، لان الطريقة دي هي اللي هتخليكي ليكي قيمة بجد، هي اللي هتخليكي فعلا توصلي لأحسن الحاجات في حياتك، وهي اللي هتخليكي في الاخر تبقي مع بني ادم فعلا بيقدرك وبيحترمك. كل مرة هتقللي من نفسك فيها هتكوني بتثبتي لعقلك ان انتي ما تستاهليش، وكل مرة هتعلقي نفسك بالناس بسهولة لمجرد الناس دي ادتك اقل نوع من الاهتمام والاحترام، هتكوني بتثبتي لعقلك ولمستقبلك ان انتي ما تستاهليش حاجة كويسة، مع انك تستاهلي حاجة كويسة. ما تحاوليش ابدا 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 تقنعي حد بقيمتك ابدا. لو انتي داخلة محل ديور، لو انت داخله جس، عمرك ما هتجرؤي ان انت تقول لهم ممكن ديسكاونت، طب ممكن كوبون اخده المره الجايه لما اجي اشتري اخد. حضرتك ما تطلبيش من طلبات، حضرتك جايه بتجيب من ديور، حضرتك عارفه انت جايه تاخدي منين. البياع هيبص لك على انك مجنونه او ببساطه شديده هيقول لك لا يا فندم والله ما فيش الكلام ده.
لكن انت لو رايحة تشتري من اي محل كده في الشارع، هيقولك يا فندم خدي ديسكاونت، وممكن تتكلمي معاه في السعر كمان بعد الديسكاونت، وتقولي طب المرة الجاية بقى ده انا زبونتك. عارف انت، انا مش بشبهك بشيء او باوبجكت او بشنطة، بس انا بفهمك ان اللي عارف قيمة الحاجة اللي عنده ما بيرخصهاش عشان حد، لان هو عارف ان انا لما اديك الحاجة دي انا مش بس هديك شنطة، انا هديك شنطة ومكان في السوسايتي وحاجة تبقى فخور بيها. فلازم تبقي عارفة ان انت لما حد يكون في حياتك دي مش اضافة ليكي انتي. يمكن البني ده يقدر يضيف ليكي، ايوه، بس لازم تبقي عارفة اولا ان انتي الاضافة، انتي الحاجة اللي يتسعي عشانها، انتي الحاجة اللي الناس تشتغل عشانها، انتي الحاجة اللي لازم تعليها وتغليها عشان يبقوا عارفين، عشان اي حد يجي يبقى عارف هو جاي ياخد ايه بالظبط. حاجة غالية وعالية وليها قيمة. بني ادمة مش بس بتهتم بنفسها، بني ادمة عقلها مليان، مثقفة، بتعرف تتكلم، بني ادمة كل حاجة فيها حلوة لانها بتشتغل على كل حاجة فيها حلوة، لانها بتشتغل على كل حاجة، لانها بتحاول تنمي من كل حاجة في حياتها. انتي اعلى واغلى حاجة ممكن تشتغلي عليها في حياتك. لازم تبقي مقدرة ده كويس، وتبقي محترمة نفسك وعارفة قيمتك كويس. محدش هيحطلك قيمة لو انتي مش حاطة لنفسك قيمة، محدش. لازم تعرفي قيمتك كويس قوي. لكل بنت دلوقتي بتسمعني، علي من نفسك وقدريها، وما تديش نفسك لأي حد ما يستهلكيش، وما تقعديش تدي في طاقتك ومجهودك لناس هتاخدها وتمشي ومش هتديكي اي حاجة في المقابل. حتى لو انتي عندك احتياج عاطفي معين، امليه بأي طريقة تانية غير ان انتي تمليه من ناس ما تعرفش اصلا تمليه، وغالبا الناس دي هتوجعك اكتر وتوجعك وتخلي الاحساس ده يزيد عندك اكتر ان انتي عايزة تمليه، لانك مش عارفة، لانك عمالة تختاري اختيارات غلط، وعمالة تحطي نفسك في مواقف انتي ما تتمنيش انك تبقي فيها، بس انتي بتبقي معمية لانك بس محتاجة نوع من المشاعر معينة. البني ادمين بتعمل كل حاجة عشان المشاعر. العربية اللي احنا بنبقى نفسنا فيها بتبقى عشان المشاعر. العربية هتديني قد ايه احترام الناس هتشوفني بيها. الفلوس واللبس وكل حاجة في حياتنا احنا بنبقى عايزينها عشان مشاعر. لو عرفتي انتي ليه بتعملي الحاجة هتعرفي تحليها وتوقفيها. كل مرة تاني، كل مرة هتقللي من نفسك عشان حد، عقلك هيستجيب للفكرة دي ويكمل في الرحلة بتاعت ان احنا بنقلل من نفسنا، وعمره ما هيصدق ان انت ليكي قيمة وليكي فايدة وليكي لازمة، وان انت حاجة عالية، وان انت حاجة تشتغل عشانها، وان انت حاجة، انت the prize، انت the princess، انت الحاجة القوية الحلوة الجميلة. عقلك مش هيستوعب ده لانك ما بتعمليش ده. ارجوكي علي من نفسك، ارجوكي غلي من نفسك، ارجوكي اعرفي قيمتك، ارجوكي اشتغلي على نفسك، ارجوكي اقري اكتر، ارجوكي حلي من نفسك جوه وبره، ارجوكي ما تدخليش اي حد من غير لازمه، ارجوكي don't romanticize any kind of small things. ما تحليش كل حاجه تافهه. مش كل حاجه تافهه حد يديها لك تبقى حاجه. حد بصلك ايه يعني، سلي ولا يتنيل، انا هعمل له ايه؟ مش مهم ان يبقى حد عايز يحط مجهود بجد، حد عايز فعلا يبقى عنده النية انه يروح كده ويخبط ويقولك انا عايزك بابا فين لو سمحتي انا عايزك. غير ده ما تديش مجهودك لحد، حطي مجهودك للناس اللي فعلا تستاهل. حطي مجهودك لنفسك، حطي مجهودك لشغلك، حطي مجهودك لمستقبلك. غير ده ملوش لازمة، لان هيقعد يتاخد منك مجهود وطاقة ومش هتعرفي ترجعيهم. وساعة ما يجي حد مناسب وصح هتلاقي نفسك ما عندكيش مجهود وطاقة لانهم خلصوا خلاص. البني ادمين الطاقة عندنا مش غير محدودة، الطاقة محدودة جدا. لازم تعرفي انت بتصرفيها فين وبتحطيها مع مين. لازم تعرفي تملي نفسك وتملي وقتك. لازم تعرفي تستمتعي بالوقت اللي بتقضيه مع نفسك وتقدري نفسك، وتبقي عارفة ان اي تصرفات طفولية هي قلة في الرجولة. ده مجرد طفل، ما تركزيش، ما تبصيش، مش ده اللي يهمك ولا ده يخليكي تتضايقي ولا تتعصبي. ده طفل، ارميه على جنب، مش بتاعك.
الحد اللي يكون فعلا مش شايف فيكي حاجة غالية وعالية يبقى عايز يبني معاها حياة، يبقى ما يستهلكيش. انتي احلى واغلى واجمل بكتير من ان انتي تتعاملي كاختيار، انتي قرار، واللي ما يقرركيش يبقى حمار. ارجوكي غلي من نفسك وعلي من نفسك. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو ده، اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا اي حاجة من الفيديو ده. اتمنى انك ما تحطيش نفسك في مواقف بتخليكي تحسي انك قليلة تاني، عشان انتي مش قليلة، عشان انتي مش قليلة خالص تماما. شكرا جدا للوقت اللي انتي قضيتيه معايا النهاردة، ولو حد تاني بيتفرج شكرا لأي حد قضى معايا النهاردة الفيديو ده. شكرا لدعمكم وشكرا لكل حاجة. اتمنى اشوفكم قريب ان شاء الله. ما تنسيش تعملي لايك شير سبسكرايب للشانل، واشوفكم المرة الجاية. باي باي.